وقفت مع صاحبتي باش تخرج من الاكتئاب، دارت لي اكبر شمس العشيه في حياتي. انا اللي كنت مصاحبه مع واحد البنت من زمان، هي ما الصغر، قرينا بجوج، عشنا كلشي بجوج، كان كيفرقنا غير النعاس. كنت كنعتبرها اختي ماشي صاحبتي. العقل ديالي كيتعرف اشنو فيه بلا ما نهضر، كتعرفني وكتحس بيا. المهم من بعد ما قرينا وسالينا جلسنا شوماج، عانينا بجوج حتى سهل عليها الله وتزوجات. فرحت ليها وحضرت معاها الجميع ديال المراحل حتى راحت لدارها. وفي الصراحه حتى هي ما كانتش كدير شي حاجه بلا ما تعلمني. مشات هي لدارها، ما نكذبش عليكم حسيت بالوحدانيه. بقيت بوحدي حيت كانت غير هي اللي صاحبتي. بحكم انه ولات عندها دارها ومسؤوليه وراجلها، ولات الهضره بيناتنا قليله. حتى الا هضرنا كتكون هضره عاديه وانا عاذراها. وحتى انا ما كنبغيش نتدخل في حياتها الخاصه مع راجلها. المهم علاقتنا بدات كتموت نهار على نهار، وانا كنبكي ولا نهار على فراقها، حيت كانت اكثر وحده كتحس بيا. فراقها جاني صعيب بزاف، خصوصا انها بدلت مدينه بعيده. من بعد خرج كونكور دفعت فيه وتقبلت الحمد لله، خدمه زوينه ونقيه، وحتى انا مشيت بعدت مدينه اخرى. فرحات ليا صاحبتي، واخا هي بقى فيها الحال على راسها حيت ما بقاتش خدمات، وقالت لي ان المراه اللي ما كتكونش خدامه راجلها ما كيعطيهاش قيمه. المهم كريت وسكنت استقريت وبديت كنعيش حياتي. تعرفت على واحد الشخص اللي كان عوضني على النقص اللي كنت حاسه به. حتى لواحد النهار كنلقى رساله من عند صاحبه عمري، قالت لي راه انا طلقت اختي. تصدمت وبكيت عليها بزاف، بقات فيا، عيطت ليها ولكن ما كانتش كتجاوبني. كانت متاثره ومدمره وانا كنت فاهماها. كنت كنصيفط لها غير ميساجات. خديت يومين من الخدمه ومشيت لعندها، لقيتها حالتها حاله، واسيتها وبكيت معاها. المهم كان سبب طلاقها هو ان راجلها كانت عنده شي حبيبه قديمه ورجع معاها المياه. المهم طلقات وجلست في الدار، كانت غتسطح حيت انا بعيده عليها. سدات عليها مرضات وتعقدات، وانا جا داك السيد اللي كنت معاه خطبني واتفقنا ما نديرو العرس حتى يدوز واحد العام، حتى نوجدوا ريوسنا مزيان ونكونوا مستعدين. داكشي اللي كان. صاحبتي ما حضرتش هي الخطوبه حيت كانت عاد طلقات ومازال مدمره وعايشه في جو الاكتئاب. منين شاف ديك الحاله رجعت كنقلب معاه على خدمه، على الاقل باش تنسى شويه وتبدا حياه جديده. لقيت لها خدمه في مدرسه حره وجبتها لعندي. كانت اكبر فرحه عندي حيت غنردوا الصداقه اللي كانت قديمه. سكنتها معايا وعشنا عيشه زوينه وعرفت على خطيبي. انا عاودت ليها شنو وقع ليها، بقات فيه بزاف وقال لي احسن حاجه انها جبتيها معاك تونسك تونسوا بعضياتكم. المهم كانت كتخرج معايا ديما انا وخطيبي باش ما نحسسهاش بالنقص، وحتى هي تفوج على راسها. كنت انا كنخلص الكرا وهي كتعاون شويه في المصروف. ما كنقول ليها والو، كنقول فحال فحال، فيما تحطت ايدي تحطوا 10. ايوا حتى ولات السيده كتخرج بوحدها وما كتعاودش ليا. بدات كتبدل وكتهلا في راسها من داك الشي رفيع، وتهز التليفون وضلت حتى بالليل بالخزنه. المهم البنت ها هي معايا والعقل ما هوش هنا. ما نكذبش عليكم وليت كنحس بها غريبه عليا، ماشي هي ديال البنت اللي تربيت معاها. انا بقى فيا الحال ولكن ما كنتش كنبغي نبين لها، كنقول خليها على راحتها. كنت كنعاود ليها ادق التفاصيل عليا وعلى خطيبي. كنت ديما كنشكرو، ولد الناس ظريف خلوق وهي مسرحه ودنيها وعينيها. وحتى هي كانت كتسولني بزاف عليه على ادق التفاصيل اللي كتهم حياته، في طبعه، اشنو كيعجبو اشنو ما كيعجبوش. وانا الهبيله المدوخه كنعطيها الرابور مفصل على حياته. المهم واحد النهار خطيبي قال لي شوفي انا نصحك نصيحه بعدي من ديك خيتي، من الاحسن ما تبقاش ساكنه معاك في الدار. مني سولتو شنو السبب قال لي هي مطلقه وداخله خارجه، ما يصلحش لك هادشي، نخاف عليك منها. ايوا انا تعايرت ودرت فيه وقلت لي ما عمرك جبت صاحبتي على فمك. تخاصمت معاه على قبله حيت دافعت عليها، قلت لي هذيك راه اختي، عمري ما نخليها، عمري ما نتفرق معاها كيف ما بغات تكون. المهم بقيت مخاصمه معها تقريبا شي شهر على قبلها. من بعد بقى كيطلب فيا ويرغب فيا وردينا المياه الى مجاريها. ايوا هنا قرب العيد ميلاد ديال صاحبتي، تكلفت ليها بيه ودازت عليها مفاجاه. عرضت على خطيبي وشي بنات صحاباتنا دوزناه زوين. ايوا ديك الليله كانت عندي خدمه الليل، كنت فرمليه وخدامه مع طبيب. مشيت للخدمه وستنانيش خطيبي ومشى فحالو. ما نكذبش عليكم هذاك النهار كنت وقفت فيه بزاف، وجدت العيد ميلاد وراكم عارفين. شافتني الطبيبه قالت لي كتباني عيانه، عرفتي اش غادي ديري؟ كون عام مشيتي للدار تحيتي هذا النهار وغدا ان شاء الله ويكون نهار جديد. ايوا انا فرحت، ما بغيتش نعيط على خطيبي، قلت راه ناعس ولا شي حاجه خليه مرتاح. خديت طاكسي صغير وطلعت حليت الباب، ويا ريتني ما حليتوش. لقيت صاحبتي اللي كنحبها ودايرها في عينيا وسط فراشي مع خطيبي. ما نقدرش نعاود لكم ولا نوصف لكم الاحساس اللي حسيت به ديك اللحظه. جاتني الضبابه في عينيا، فشلت اخوتي فشلت. بقيت واقفه مصدومه وعيني غرغر بالدموع. هما ناضوا بالزربه تيقلبوا على حوايجهم اللي مشتين. رجعت خرجت وسديت الباب ومشيت كنجري.
ديك الساعه كانت الوحده ديال الصباح، الدنيا خاويه كتصفر. رجعت للخدمه وتما نعست حتى للصباح. الغد اللي مشيت للدار عوالة زعما باش نتفاهم معاها ونقول لها اشنو هادشي اللي كاين فهميني، ما لقيتهاش وما لقيتش حوايجها. صونيت على ما قالت لي ما جاش للدار، وانا ما بغيت نقول لها والو باش ما نخلعهاش. المهم بغيت نحماق، سرطاتهم للارض بجوج ما كاينش حسهم. مشيت للمدرسه فين خدامه ما عارفين عليها والو. المهم بقيت كنبكي وكنحاول نستوعب هادشي اللي طحت فيه اشنا هو. ومنين جاني مشيت عند الطبيبه اللي خدامه معاها، قلت لها راه محتاجه شي ايام، رانا عيانه ومريضه، بغيت غير نرتاح. فعلا عاوناتني وخلاتني خديت كونجي. دوزت غير نعاس وبكا، كنتسنى في شي واحد فيهم يبان. انا ما قديت نعاود لحتى شي واحد شي حاجه، دارنا ما في خبارهمش، حيت اصلا كانوا رافضين انني نجيبها تسكن معايا. من بعد 6 ايام كتصوني عليا اختي، كتهضر معايا في شي شكل وكتسولني، قالت لي واش انت بخير، ما عندك حتى مشكل؟ متاكده؟ سولتني على خطيبي وعلى صاحبتي، قلت لها والو باس ما كاين والو. هنا حاولت نفهمها ان صاحبتي في الخدمه وخطيبي يلاه هضرت معاه، حتى بدات كتعاير فيا، بخلات فيا اللي نسات. قالت لي نوضي المدمدمه، نوضي شوفي خطيبك وصاحبتك اللي كتدوي عليهم راهم دايرين الخطبه ودايرين في الصداق. ديك اللحظه تمنيت نموت وما نسمعش هاد الهضره. طاح لي التليفون وبقيت كنضرب في راسي لدرجه انني كنت باغا ننهي حياتي. غير خفت من عذاب الله سبحانه وتعالى ونولي ما انا بدنيا ما انا باخره. هما تزاوجوا دابا وولدات ليه ولد، ولحد الان حتى شي واحد فيهم ما عطاني شي تفسير او لا اعتذار. حتى لواحد النهار كنلقى ميساج من عنده، قال لي اسمحي لي يا حبيبتي، نبهتك وقلت لك ديري اتونسيون، راه ما خصكش تثقي فيها. للاسف ما عندي ما ندير لك حاليا. دارنا عايروني شبعوا فيا معيور وقالوا لي انت السبب. سمحت في راسي وفي خدمتي، غير الدواء اللي موقفني. دعيو معايا بالشفاء ودعيو معايا انني ننساهم بجوج، قضيه ماشي سهله.